السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير وتكونوا كويسين ودايما يا رب في أحسن حال. تعالوا بقى النهاردة ويوم جديد وروتين جديد، بس في البداية عايزة أقول لكم وحشتوني 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 بجد. بقى لي يومين ما نزلتش، بس عايزة أقول لكم إن أنا مصورة أكتر من فيديو، مصورة لكم كام زي فيديو كده، بس استنيت كده لحد ما الدنيا تظبط شوية في الشبكة، علشان عارفة ان في ناس كتير قوي الشبكة عندهم واقفة او الانترنت واقف. ده بسبب الحريق اللي حصل. ربنا يا رب يجرنا من النار، ويا رب يرحم كل اللي توفوا، ويعدي الموضوع ان شاء الله على خير، والموضوع كده ينتهي من غير اي خسائر. يعني هو طبعا في خسائر وكل حاجة، بس يعني ربنا ان شاء الله يعدي كل حاجة على خير، وما يصيبناش ابدا في بلدنا، ويحمي بلدنا ويحمي اهلها يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى النهارده عشان يوم هعيشه مع بعض، وهنعيش مع بعض كده احداث يوم من حياتي. يلا بينا نبدا على طول. بصوا النهارده كان عندي كذا حاجه كده هعملها، بس كلها حاجات طبيعيه، يعني حاجات يعني كده ايه بنعملها على مدار اليوم. المهم النهارده كنت عامل غدا بدري علشان ابراهيم كان عنده خروجه، كان عنده فرح. عايزه اقول لكم ان انا بجد كنت في اليوم ده صاحيه، ما كنت لو ماليش مزاج اعمل اي حاجه خالص. كان هو رايح مناسبه فرح يعني وكده، بس ما كانش عايز ياخدني معاه. قال لي لا مش هينفع. كنت عماله يا ابني خدني معاك يا ابني مش عارفه. قال لي لا لا لا، انا هروح لوحدي انا وادم وكده، خفيف خفيف ونرجع على طول. المهم بقى فقررت ان ايه، هو عايز يتغدى بدري قبل ما ينزل. قمت بقى كده في السريع جبت فرخه كده على طول. كنت سايبه ياسين معاه ونزلت جبت كده فرخه على طول، وقلت هعملها اسهل حاجه في الدنيا، اسهل واحلى واطعم طريقه تعملوا بيها الفراخ المشويه في الفرن. بعملها في السيخ بتبقى حلوه قوي يا بنات، بجد طعمها بيبقى رهيب. وغير كده كمان بتبقى كده مستويه، وكمان تتبيله البصل اللي هنعملها مع بعض دي بتبقى لذيذه لذاذه، تحطوها كده على المكرونه بصلصه، بصراحه طعمها بيبقى خطير. تعالوا بقى هنعملها مع بعض، اقول لكم نعملها مع بعض ازاي بسرعه. في الاول نضفت الفراخ كالعاده، حطيت ليمون دقيق و بقى اسمه ايه، انسى ايه التقطع اللي انا اشتغلت فيها دي. اسمه جنزبيل، دي وليمون وجنزبيل وملح. تمام. وحطيتها بقى غسلتها كويس وسبتها بقى تتنقع شويه، وبعد كده بقى قلت هتبلها علشان كل ما الفراخ بتقعد في التتبيله كل ما بتديكي طعم احلى، وكمان بيخليها تستوي سوا مظبوط من جوه، ما تبقاش مدممه، او مثلا ما تبقاش مستويه من جوه، لان هي كانت الفرخه كبيره شويه. المهم بقى قطعت كده البصل الصغنوني الجميل ده اللي زهقني وطلع عين امي. بس عايزه اقول لكم كنت عندي بصل وكل حاجه، بس البصل ده كان خلاص ابتدى ان هو يطرى كده شويه، فقلت خليني استخدمه بدل ما يبوظ، خساره الجو حر اصلا. فعملته كده، زهقني شويه في التقطيع، بس يعني كان به خلصت منه، لان كان خلاص يعني كان يوم ولدتين كمان، وكان ممكن هو يبوظ ما اقدرش استخدمه. تمام. طيب عملت بعد كده ايه، قلت بقى اولع على صلصه المكرونه. انا بعمل صلصه المكرونه بالبصل يا بنات، عشان ابراهيم جوزي ما بيحبهاش بالثوم، مع اني بحبها بالثوم جدا جدا، بس عامل ايه، مجبر اخاك لا بطل. المهم عملت صلصه عاديه جدا، مسكت البصله حطيتها على النار مع شويه زيت وشويه كزبره، ابتدت تاخد لون، بعد كده نزلت عليها بالصلصه، صلصه طماطم عاديه جدا، وبعد كده بحط لها مكعب مرقه. المهم بقى بصوا بقى هنا بتبلها ايه، بقطع بصل مكعبات زي ما انتوا شفتوا كده، وبحط لها فلفل اسود ورشه قرفه، شويه بهارات صغيرين وملح. تمام. بمسكها بقى ادعكها كده زي ما انتوا شايفين كده من تحت الصدر بتاعها والوراك، وبمسك الفرخه ببقى بصوا بفرتكها، بحشيها كويس جدا، وبتبلها كده، وبدعك لحمها كويس قوي بالبصله دي، علشان اتاكد ان التوابل والبصل وكل حاجه طال الفرخه كلها، يعني فاهمين. بعد كده بقى اجيب بقى الخلل بتاعتي الحلوه دي وبقفلها كويس قوي، لان انا احطها في السيخ وادخلها الفرن، فبتفضل تلف كده، فلو ما اتقفلتش كويس ممكن تفك منك او تقع منك من السيخ مثلا وما تلفش كويس. فالمهم بقى قفلتها كده من كل ناحيه زي ما انتم شايفين، وقطعت بس الجناح كده شويه علشان الجناح ده ما كانش مظبوط، يعني تقريبا كان مكسور، فرحت قلت ايه افكه. هنا بقى رحت حطيتها في السيخ بتاعها، وقفلت عليها من الناحيتين، و ابتدى. اللهم صل على الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلوا على النبي يا بنات. والمهم فهنا بقى تبلتها وحطيتها كده في التلاجة، وقلت اسويها بقى قبل اللي هي بتاخد ساعه في الفرن، قبل ما نقعد كده نضرب ساعه اسويها. لمعت بقى الرخامه مكاني كده عشان الصفاره او عشان اي حاجه وقعت. انت رايح فين يا ادم؟ انت رايح فين؟
ماشي. وبصوا بقى هنا انا كنت نزلت ادم الكتاب التحفيظ يعني القران، عشان كان عنده النهارده درس قران، فنزلته كده في السريع. قلت انزل كده اخطف نفسي انزله بسرعه وارجع على طول علشان ابدا ادخل الفرخه بتاعتي الفرن. كمان كان عندي شويه مواعين كده على السريع، قلت اشطبهم علشان انا بصراحه ما كانش ليا كيف في اليوم ده خالص ان انا اعمل اي حاجه. انا اصلا صاحيه زهقانه وعندي بصوا خنقه كده، اللي هو انا كان نفسي ان انا اروح انزل معاه واخرج، بقالي كتير قوي ما خرجتش، وبقالي كتير قوي ما روحتش فرح. عارفين انتوا، اي نعم انا خلاص يعني جو الافراح والحاجات دي بقت غير مناسبه بالنسبه لي تماما. انا واحده بقعد ابني كده على ايديا بقى، ولا بتحرك ولا بروح ولا اجي. بس هي الفكره ان انا كنت حابه ان انا انزل واغير والبس واحط ميك اب والبس طقم حلو واخرج واشوف ناس، انتوا فاهمين. انا بنزل وكل حاجه، بودي ادم الدروس وبودي ادم الكورس وكل حاجه. بس الفكره ان انا كنت عايزه اعمل حاجه بقالي كتير ما عملتهاش، زي مثلا اروح فرح والكلام ده. فيعني تتعود ان شاء الله باذن الله، ربنا يكتر افراحنا كلنا. المهم بقى هنا كنت غسلت المواعين على السريع كده علشان بعد ما هما ينزلوا اكون انا قاعده رايقه فايقه كده. بصي يا اختي، ابقى قاعده كده ايه مروقه على دماغي، ما بقاش قاعده شايله هم مطبخ ومواعين وهم قاعدين هناك بيتبسطوا. فقلت خليني انجز المواعين على طول. انجزتها وعملت الحوض. ما كانش عندي كلور. عايزه اقول لكم ان الكلور من الحاجات اللي بتضيع الزفاره يا بنات. يعني بقى هتعملي فراخ، هتعملي لحمه، هتعملي سمك، ايا كان بقى الحاجه اللي انت بتعمليها وليها ريحه. كا ايه قول باي يسو بوسه ايتي بوسه ايه ياسين بيصبح عليكم وبيمسي عليكم وبيقولك عاملين ايه. يلا قولهم باي باي باي. بصوا انا حاطه له قاعده هنا، حاطه له مخده عشان هو لسه صاحي حالا، حتى باين عليه تقريبا. بس كويس الحمد لله، خلصت الغدا قبل ما هو يفوق كده ويصحصح ويبقى عايز يتشال. خلاص جاب اخره عايز يتشال. تعالوا بقى نشوف الروتين، نعمل الروتين بتاع ياسين بقى. هنديله شاور ونغيره البامبرز وكمان نفطره ونديله الفيدروب. فيتامين د يا بنات اهم حاجه ما تنسوهوش. يلا بينا. خدنا الشاور، تعالى نسرح يلا. قول لهم باي. يسا خدنا الشاور المتين تقريبا ودانه داخل فيها ميه، عايزه احط له قطره. خدوا بالكم بالذات من الحته دي قوي، لان فعلا بلاحظ اليومين دول ياسين كده بيهرش في ودانه كتير، فتقريبا في ميه او حاجه، او محتاج يتحط له قطره مضاد التهاب او حاجه. ف المهم بقى تعالوا نكمل بقيه اليوم بتاعنا النهارده. اقول لهم ايه رايكم في الاوتفيت بتاعتي. يسو ياسين باي باي يلا باي. اي بتعمليها ريحه الكلور بيضيعها، بس ما كانش عندي كلور عشان كده حطيت ليمون. هنا بقى بصوا ابتديت ان انا اغسل في الفرخه كده علشان لو فيها اي سوائل تنزل علشان تستوي وتبقى من جوه كده مستويه او حاجه. فهنا بقى كانت خلاص قربت تستوي بصوا خلاص. بقى ياسين منورني النهارده في المطبخ. خلاص هو صاحي من النوم، طلعت معاه اريافه، مش عايز يعمل اي حاجه، مش عايز يقعد لوحده ويعيط. ماسك الولاعه دلوقتي، بس انا واخده بالي كويس تمام. عملت له هنا بضايه اهي، عملها له اومليت كده. بس ايه عملت. فقول انا كنت حبيت بقى في الفيديو النهارده ان انا اعيشه شويه معايا اليوم حقيقي كده طبيعي ومن غير بقى مونتاج، في حاجات كده ما حطيتلهاش فويس اوفر علشان تعيشوا معايا اليوم. هنا بقى كنت عملت الياسين باشا بضايه اومليت، لان هو البيض المسلوق بيشلني، انا ممكن اقعد يوم كامل عشان اكله بضايه واحده، بس البيض الاومليت بيمشي معاه شويه. حطيت نقطه زيت بسيطه جدا، بسيطه اللي هو انا بس بمسح بس كده علشان ما تلزقش. بعد كده بقى بنزل بالبضايه وانا حاطه لها، مش حاطه لها ملح طبعا، انا حاطه لها فلفل اسود بس، رشه بسيطه فلفل اسود علشان تبقى متنكهه كده او فيها نكهه وتمشي معايا وتبقى طعمها حلو ويتقبلها. عملتها كده بسيطه وسبتها بقى، اكلته منها جزء وسبته بقى ينقنق في الباقي، لان هو اصلا مطلع عيني في الاكل حرفيا. هو ما شاء الله اللهم بارك دلوقتي ياسين 9 شهور وفي اكل كتير قوي خلاص بياكله، يعني شبه بياكل الاكل بتاعنا بس ما عدا ملح ما بقاش محطوط له ملح او سكر، بس حرفيا مطلع عيني في الاكل. فيعني الله المستعان وربنا يهديه يا رب. المهم بقى هنا كنت خلصت البضايه عملتها زي ما انتم شايفين كده، وقاعدين انقنق فيها شويه كده، والحمد لله ربنا يا رب يديله الصحه
والف هنا على قلبه والف هنا على قلب اطفالنا كلنا يا رب، ويديهم يا رب الصحه والعافيه. بص بقى هنا كنت بكوي الهدوم. كنت حاسه عايزه احرقها، يعني اللي هو يعني انا عايزه اسيب المكوى على الهدوم واعمل نفسي مش واخده بالي. قال ايه اتحرقت لوحدها، قال ايه ما خدتش بالي. المهم ان هو ما ينزلش، اللي هو كنت عايزه اركز عليه باي حاجه، اللي هو ما تنزلش، او لو هتنزل ما تنزلش بالبدله، انت بتتشيك. وبقى عايزه اقول لكم راح حلق وجه، وبقى خلاص هو صاحي وعارف ان انا متضايقه ومش عايزه اروح، فحب يغيظني ويكدني. فقعد بقى يحط برفان ويروح يحلق، ويلا يا ادم وهتلبس ايه وانا هلبس ايه، ونلمع الكاوتشات اللي هو انت رايح تتجوز يا حبيبي ولا ايه؟ انت رايح تتجوز واخد ابنك عشان يحضر فرحك، علشان يبقى في الاخر الواد حضر فرح ابوه؟ يعني عايزين تموتوني مجلوطه. المهم فهنا كنت باكله البدله، وكان متشيك بقى واقف بقى وعمال يظبط في نفسه بقى ويغيظني ويبص في المرايه. المهم يلا الحمد لله اليوم خلص. كنت بكويله كده بقى لان هو اصلا مش بيعرف يكوي قوي وكده، فكانت البدله محتاجه تتكوي. كوت لهم الهدوم هو ادم باشا. حتى ادم التاني بقول له يا ادم اروح معاك، طب ما تروحش انت اقعد معايا ليه؟ لا انا هروح مع بابا، انا عايزه اروح فرح، انا بقالي كتير قوي ما رحتش فرح، انا عايزه اروح، انا عايزه اخرج. المهم ان هو التاني الطفل يعني الكائن الحي ده خلع مني وروح مع بابا. هنا بقى سلقت المكرونه، انا بحب اسلقها دايما قبل الاكل على طول، علشان انا ما بحطلهاش ميه بارده، وكمان مش بقلبها في الصلصه، اللي هو انا بسلقها وبصفيها كويس قوي، بحط لها نقطه زيت عشان ما تلزقش في بعضها، وبعد كده بنقلها في الاطباق واحط الصلصه على الوش. كده بيخليها مفلفله اكتر ومش معجنه بقى، لما بتتقلب مع الصلصه بتعجن وتلزق في بعضها، ما بتبقاش لطيفه. لما بتتحط كده بتبقى حلوه قوي، تفضل مفلفله كمان. هنا بقى الفرخ كانت ما شاء الله اللهم بارك استوت، وكانت ريحتها رهيبه، كانت استوت كمان من جوه جدا، وكانت دايبه دوب، كانت حلوه جدا يا بنات ودايبه كده ومستويه. انا ما بحبش الفراخ اللي بتبقى يعني عارفين انا بحب الفراخ قوي مهريه من كتر السوا، مهريه حرفيا. فكانت هنا بصراحه حلوه قوي. وكان عملت بقى مخلل كده، كان غدا بسيط بس كان بصراحه كان طعمه بصوا حلو ما بقى، شاء الله. انا هنا هعمل فشار، فتعالوا بقى نعمل فشار. ومحدش يعمل اللي انا بعمله ده، لان انا افشل واحده ممكن تشوفوها في حياتكم بتعمل فشار، بجد مش كلام يعني. انا ما بعرفش اعمل فشار اصلا، بس بحاول يعني، بعافر كده فاهمين. كل مره اعمله مره يتحرق، مش الفشار نفسه اللي يتحرق، عارفين انتوا حبوب الفشار نفسها تتحرق وما تفرقعش. فاللي هو انا مش عارفه هل انا الغلط ولا نوعيه الفشار نفسها، يعني الحبوب نفسها هي اللي مش حلوه. تمام، يعني احيانا بيطلع الفشار شويه يستوي، وباقي الحبوب اللي هي الصفرة دي نفسها تتحرق وما تتفرقعش. فاهمين قصدي؟ وساعات بحس ان هو مزيت كده من بره، يعني احس ان انا حطيت زيت كتير، وساعات ما بيظبطش. المهم ان هو ما بيظبطش، ممكن مره يظبط و10 لا. فخلينا نجرب دلوقتي. بصوا انا حطيت كميه زيت اهي يعني كويسه، وهسيبه على النار، ومش معليه النار، هخليها وسط. فخلينا نشوف هنعمل فشار ازاي بعيد عن صوت الكركبه ده وصوت ياسين المزعج. تعالوا نكمل الفيديو. كانت عمة ادم وياسين اديتها لهم اول ما ادم اتولد. دي كانت بتاعت ابنها ما شاء الله اللهم بارك، هو دلوقتي ما شاء الله يعني خلص جامعه وربنا يفرح قلبها بيه يا رب. فاديتها له، بس عايزه اقول لكم ان هي عايشه معايا، هي زي الفل وادم استخدمها، وكمان ياسين اهو استخدمها. بصوا ادم ياسين والولاعه، ياسين والولاعه بجد ما بيسكتش غير بالولاعه. ياسين باي باي، ادي بوسه ادي بوسه بوسه. بيفرح قوي بالولاعه مش عارفه ليه، يعني لو حطيتها له وسط لعب يسيب كل حاجه ويمسك الولاعه. تا تا تا. بصوا ظبط المره دي، ظبط وشكوا حلو عليا. بصوا بقى دلوقتي اتعمل، وتقريبا مفيش حبوب فشار كتير باقيه، كلهم اتعملوا كلهم فرقعوا. تعالوا بقى نحط لهم ملح وهحط لهم توابل بطاطس من اللي هي هوريكم الاسم عشان مش فاكره اسمها اهي، دي اسمها ويلز. ويلز حلوه قوي على فكره. تحطوها بقى على بطاطس شيبسي، على بطاطس محمره،
هي المفروض للبطاطس، بس انا بحطها للفشار وبصراحه بتبقى حلوه قوي. عارفين انتوا الفشار اللي هو بتجيبوه اكياس كده، مش بصوا عارفه بقى لحد اسمه هنا ايه، كان اليوم بتاعي خلص. اللي هي عملت كده بتبقى فشار انواع زي ما الفشار قلت لكم، الجاهزه عامله حطيت زي عليه التوابل الشيبسي بتاعت ويلز دي. وكده. حبيت اختم بتخلي معاكم طعمه حلو الفيديو قوي. واسلم كيس كان عليكم ب5 جنيه واقول تقريبا، لكم بس اشوفكم على الف بجد خير يا رب، جربوه. واشوفكم في احسن حال. وممكن ما احطش ملح بقى وما علشان هي تنسوش بقى يا تقريبا بنات بتبقى تحطوا مالحه لي لايك لو شويه. الفيديو عجبكم، اعتقد ولو يعني عشان لحد بقالي كتير ما دلوقتي عملتش ما فشار، اشتركتوش في القناه اتمنى فمش هنحط تشتركوا. ملح. هنشوف هنحتاج واشوفك ملح على بعد خير، كده ولا لا. ويلا مع يلا السلامه. بينا.